سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو جديد كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فاليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير البقوله اللي غادي نطيبها بواحد الطريقه فغطيب لي نفيسه. فغادي نطيبها في الطنجره ديال الضغط. كي قلت لكم 25 دقيقه الا تعطلات كتكون طايبه زبده كتجينا معلكه. غادي ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. فاول حاجه بديت بها هي نقيتها ملي شريتها وغسلتها مزيان. ضروري ما كنفركوها مزيان مزيان من داك كيكون فيها داك الحجر رقيق. تاكدوا منها بانها مبقاش فيها الماء. نديرو شي بانيو كبير وكنغسلوها حتى كنتاكدوا من الماء ولا نقي ما بقى فيه لا حجر لا والو. عاد كنديرو فواحد التشبيكه تسقطر. هنا من بعد ما تسقطرات صافي درت القراده وغادي نقطعها بالموس. فهي البقوله من الاحسن تقطع بالموس احسن ما تقطع في الهاشوار. الهاشوار كتقطعها بزاف رقيقه وكتجينا ملسه ما كتجينا زوينه. فهي البقوله خصها تجينا باينه في التقطيعه. فضروري تقطع باليد احسن. بهذه الطريقه هذه غير بالموس في القراده كتجينا بحال ديال البلاد، بحال ديال الطريقه اللي كانوا يديروا الناس ديال شحال هذه وديال موالين البلاد لحد الان راه هكا كيديروا ليها. اما الهاشوار جربتها فيها ما جاتش زوينه البنات. هنايا غادي نقطعها كامله وما شاء الله لقيتها كاينه طريه دغيا دغيا طابت. باش كتعرفوها طريه ملي كتشدوا العويد ديالها وكتهرسوه فدغيا بسهوله كيتقطع وكيبان لكم الماء كينقز منه ملي كتقطعوه. صافي انا ما غادي نبخرها ما والو. غادي ديريكت نديرها غير في الكوكوط ونديرها اختي طيب على خاطرها ودغيا دغيا كطيب. اما اللي كنديروها في الكسكاس كتاخذ لينا وقت طويل. فهذه حتى هي كتجينا ساهله. هنا ملي كنبغي نقطعها دوك الروس الاولين كنحاول نحيدهم وصافي كنبقى مستمره بهذه الطريقه. هذه الطريقه ديالها ساهله دغيا دغيا كتسالي. غير هي اهم حاجه البنات كيف قلت لكم ضروري ما تفركوها مزيان. انا شنو كندير ليها ملي كنجيبها كنقيها مزيان ونقادها. كندير واحد البانيو كبير كنغطي عليها بالماء ونخليها نمشي كنقضي شغلي. حتى وكان اي حاجه عندي في الدار مثلا كنديرها كدوز واحد الساعه تقريبا. صافي وكندوز ليها كنفركها مزيان. كل عويد كنفركوه بوحديتو باش كنتفادى الحجر. وكنحيد داك الماء كنفرغو كنعاود كندير لها ماء واحد اخر. الماء دائما البقوله تكون غابره وسط الماء. صافي وكنعاود عاوتاني كنفركها بنفس الطريقه وكنبدا نهزها ونخبطها بهذه الطريقه هذه حتى كنتاكد من الماء ما بقاش. تقريبا راه كنديروا لها الطريقه هذه واحد 3 المرات ولا 4 باش كنتفاداو الحجر راه حيد ما كاينش. وصافي كنديروها في واحد الشبيكه تسقطر بالماء وكنقطعوها كتجينا ساهله ماهله. كي قلت لكم الطريقه سهله وبسيطه فمن الاحسن نفركوها مزيان باش نتفاداو داك الحجر اللي كيكون فيها راه بحال الرمله كيكون رقيق. هذا هو المشكل اللي في البقوله. اما هي راه ساهله ماهله. وكيف ما شاء الله كيف كتشوفوا فكنت انا غير خارجه كنتسخر لقيت عند السيده اللي كتبيع الربيع جايباها. فما شاء الله بانت لي اللوين ديالها خضر وطريه. صافي خديتها لان تبارك الله هي زوينه وديال هذا البرد وصحيه. فوائد ديالها كثيره وحتى في المذاق كتجي بنينه البنات. فانا من العشاق ديال البقوله. صافي هنايا من بعد ما ساليتها قطعتها كامله درتها في الطنجره ديال الضغط. وكندير عليها ضريصات ديال الثومه قياس الكميه اللي عندي. بالنسبه للبقوله كديروا القياس ديال الكميه اللي عندكم ما كديروش قل. فهي كتحتاج البقوله بزاف. كندير عليها في المره الاولى غير الملحه والثومه صافي. ودرت واحد الكاس ديال الماء طايب اختياري غير كان عندي انا واجد الماء طايب. ففرغت عليها كاس ديال الماء. ما نكثرش عليها الماء بزاف لان البقوله راه كتطلق الماء. ولا ديروه بارد ولا ماشي بالضبط يكون طيب. انا غير كان عندي واجد ففرغته عليها. فهاد الكميه كيف كيبان لكم راه درت عليها غير كاس الماء. صافي وسديت عليها حتى طابت ولات زبده وديك الميها شربتها مزيان. دابا العطريه غادي ندوز نعطرها باش غادي نشرملها. عندي هنايا الفلفله حمراء اللي هي التحميره السودانيه الحاره وشويه ديال الملحه والقزبور يابس. اما الكمون غادي نخليها حتى الاخر ما غاديش نديرها دابا باش ما غاديش تطلق ليا المروره في البقوله ديالي. درت هنايا معلقه تحميره ومعلقه عامره ديال قزبور مطحون. الملحه غير شويه درت في الاول. غادي ندير غير شويه ونزيد وندوق الا كانت مسوسه نزيد شويه. فاش هكا ما تجينيش مالحه لان مازال غادي نضيف الزيتون والحامض مصير. صافي المهم المكونات درت 4 المكونات كيف بان لكم. ملحه فلفله حمراء اللي هي التحميره السودانيه الحاره والقزبور يابس وزدت الهريسه. معلقه ديال الهريسه اللي كتعجبو الهريسه حتى هي كتطلق لينا ديك المذاق ديالها وكتجينا البقوله ديالنا فيها داك داك المذاق اللي هو محمض يعني
مذاق اللي زوين. ما كتقدروش على الحرور فكديروا غير شويه، ما تكثروش بزاف صافي. وكنخلط الكل مزيان، ودرت هنايا طريف ديال الحامض مصير. صافي هنا غادي نحرك الكل مزيان وغادي نقليها على عافيه مهيله باش هكا ما تحرقش، لانها ما بقاش فيها الماء نهائيا. صافي. وراه درت الزيت البلديه ما ذكرتهاش معكم، درت قياس 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت البلديه، لان الزيت البلديه والحامض المصير والتحميره والسودانيه الحاره راهما السر ديال البقوله. هنا اللي كيعجبو قزبور ومعدنوس يضيفهم. انا البقوله ديالي ما كنديرش فيها قزبور ومعدنوس، كندير فيها القزبور يابس فقط، وهاد المكونات اللي ذكرت معكم. صافي. هنا غادي نقليها مزيان، ومن بعد ما شربت ديك القوام على حقهم وطريقهم زدتها معلقه عامره ديال الكمون. فالكمون كنزيدها تقريبا غير 1 دقيقه بحال هكا وكنطفي البوطه. صافي. هذا هو القياس ديال الكمون. وكنزيد واحد العصره ديال الحامض وكنطفي البوطه. الكمون والحامض كنخليهم هما الاخرين. وكتجي البنات معلكه وبنينه على حقها وطريقه، نتمنى تجربوها. هنايا زدت زيتون حمر، نتوما اي زيتون كتفضلوا ضيفوه. فتا الزيتونه البنات كيطلق لينا ديك المروره، من الاحسن حتى نطفيو البوطه عاد نزيدو دوك الزويتينات. وصافي. هنايا البقوله ديالي وجدات، غادي نحطها في الطبق ديال التقديم. ما شاء الله واحد الريحه كتحمق. نتمنى تجربوها الا لقيتوها، لانها باقا قليله هاد الايام. انا قلت لكم عمرني ما في هاد العام ما بانت ليا حتى اليوم لقيتها، قلت ما نضيعش الفرصه ناخذها. وهي ما شاء الله راه ملي كطيبوها راه كتنزل، راه ما كتبقاش كثيره. الا لاحظتوا الكوكوط راه كانت عامره، وملي طابت صافي راه نزلات. صافي. هنايا قدمتها مع زينتها بشويه الزيتون والحامض المصير. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه ظريفه عليكم يا اغلى متتبعين. وتجربوا الوصفه لانها تستحق التجربه. وديال هاد البرد الطريقه ديالها سهله وزوينه، وفي نفس الوقت الفوائد ديالها اللي كثيره. واللي جربتها بهذه الطريقه هذه تدوز عندي لي كومونطيرات تقول لي راني جربتها، لانها ساهله في الطنجره ديال الضغط، دغيا دغيا كطيب في وقت اللي هو قليل بالنسبه مقارنه مع الا بخرناها في الكسكاس. وهنايا راه كيف كتشوفوا راه كنبخرها حتى كتشرب ديك الماء كامل. ونتلاقاو فيديو جديد.